بیرانی بەڕێز لە ئەڵقەیەکی تری بەرنامی بە بوێری هەموو ئەو پرسیارانە دەخینە ڕوو کە تایبەتن بە ئازادی مرۆڤ لە ئایندا. ئایا مافەکانی مرۆڤ لە نێوانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و عەلمانیەتدا چۆنە؟ بۆ خوێندنەوە خستنەڕووی ڕاو بیر و بۆچوونی جیاواز میوانداری بەڕێز سەید ئەحمەد قەبانچیمان کردووە کە یەکێکە لە ڕۆشنبیرەکانی ئیسلام کە تا ئێستا زیاتر لە چەندین کتێبی دەربارەی ئەم بابەتانە نووسیوە و پێمان باش بوو کەوا ڕاو بیر و بۆچوونی ئەویش دەربارەی ئەم تەوەرەیەی ئازادی لە ئایندا وەربگرین. بۆیە بە باشمان زانی کە ئەم ڕاو بیر و بۆچوونانە بێ ئەوەی بینەری خۆشەویست ئاشنا بکەین. يا سماحة السيد أشكرك لانضمامك إلى برنامجنا ببويري. نريد نتحدث عن حقوق الإنسان في الرؤية يعني بين الرؤية الإسلامية والعلمانية. ونعلم أن العراق ورد في يعني مرحلة جديدة من الثقافة القديمة إلى الحداثة بكل ما فيها من حقوق الإنسان والحريات والمساواة أمثال ذلك. كيف يلائم حقوق الإنسان في الإسلام مع مقتضيات العصر وثقافة جديدة، أو كيف يعني ترونه حقوق الإنسان من عصر الحديث لكن من الزاوية الدينية؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على إجراء هذا اللقاء. بالنسبة لحقوق الإنسان، تعلمون أن حقوق الإنسان مقولة جديدة. المشايخ وعموم رجال الدين ينظرون إلى الإنسان وحقوق الإنسان من زاوية دينية، ويستنبطون الحقوق من القرآن والسنة. هذه المسألة تخضع على رؤية جديدة، يعني أن حقوق الإنسان يتصورون أن حقوق الإنسان الموجودة الآن هي موجودة أيضا في القرآن والسنة، والحقيقة أن حقوق الإنسان بالمعنى الحديث غير موجودة إطلاقا في النصوص الدينية. يعني في النصوص الدينية هناك تكليف، يعني الإنسان المكلف، ويستنبطون من التكاليف حقوق. نعم. الآن الإنسان المعاصر لا يقول ما هي تكاليفي، يقول ما هي حقوقي. في القديم لأنه الرؤية السائدة أنه الإنسان عبد، والعبد ليس له حقوق، فيقول ما هو تكليفي. الناس لحد الآن في الرؤية القديمة يأتون إلى المرجع ويقول ما هي تكاليفي، ماذا أفعل في العبادات، في الصلاة والصوم والزكاة والعلاقات الاجتماعية، يأخذون تكاليفهم من المرجع الديني. نعم. هذه الرؤية تغيرت في العصر الحديث. الآن الإنسان المعاصر لا يقول ما هي تكاليفي، يقول ما هي حقوقي، ويجتمع التكليف مع الحقوق. يمكن الإنسان أن يقول في الدين ما هي تكاليفي، يرجع إلى المرجع الديني يقول كيف أصلي، كيف أصوم، هذه صحيح، في علاقة بين الإنسان وربه. أما الحقوق الإنسان الحديثة ترسم العلاقة بين الإنسان وأخي الإنسان، بين الشعوب، بين الشعب والدولة. هذه ما كانت موجودة. كانت موجودة منطقة التكليف، يعني الوالي مكلف بكذا وكذا وكذا، فهو مسؤول أمام الله. يعني حتى لو كل الناس ما يرضون، هو يقول أنا مسؤول أمام الله، أنا أطبق أحكام الله. الآن الحاكم هو مسؤول أمام الشعب. نعم. البرلمان مسؤول أمام الشعب، لأنه هم المشروعية انتقلت من مشروعية إلهية إلى مشروعية مدنية. فالشعب يقول ما هي حقوقي، كل إنسان بالنسبة للآخرين، ليس بالنسبة لله في علاقته مع الله. فهذه كل الأمور في القديم، في الرؤية القديمة، كانت منظور إليها من منظار تكليف، يعني لأنه الإنسان عبد في كل شيء. الآن الإنسان خرج من إطار التكليف فيقول ما هي حقوقي. هذه حقوق الإنسان نشأت من حروب دامية، الحرب العالمية الأولى، العالمية الثانية، الحرب 30 سنة بين البروتستانت والكاثوليك، هي منشأة غربي.
فلأجل حل هذه الصراعات وإنهاء الحروب هذه طرحت هذه الحقوق تدريجيا طبعا مدة طويلة إلى أن تكاملت في عالم حقوق الإنسان. نعم. هذه نقول عدم ما موجودة في التراث، هذا لا يعني نقص في التراث. هذه المسألة طرحت بعد معاناة البشرية من الحروب الدينية ومن الحروب القومية، إلى أن وصلوا إلى أنه إنسان يجب أن يحترم الآخر بحدود، مثل ما هو عنده حقوق الآخرين عنده حقوق، والشعوب أيضا، وعلاقة الإنسان مع الحكومة كلها مرسومة في مواد العالمي، من المساواة، من الحريات السياسية. الحريات السياسية ما كانت موجودة مثلا بهالصيغة في القديم. فمن الخطأ نقول أنه مثل ما الإسلاميين والمشايخ يقولون بوجود حقوق إنسان إسلامية، والآخر يعني معناته هذا شنو؟ الآخر يقول حقوق إنسان مسيحية، والآخر يقول حقوق إنسان بوذية، وأيضا يبدأ الصراع، يعني ما ينتهي الصراع. إذا قلنا حقوق الإنسان إسلامية، واحد الآخر المسيحي يقول حقوق الإنسان مسيحية، والمسيحيين أفضل والمسلمين لازم ينطون الجزية، وهكذا المسلم. هذه كلها ما تنهي المشكلة. أما حقوق الإنسان الجديدة العالمية هي أجاءت لتنزع هذه المشكلة. فبعد ما له معنى أن نقول حقوق إنسان إسلامية. صحيح أن حقوق الإنسان في موجودة، يمكن أن نستخرج حقوق الإنسان استنباط جديد، اجتهاد جديد، نستطيع أن نقول بالاجتهاد الجديد، ليس هذا الاجتهاد القديم. الاجتهاد القديم يقتصر على أنه ماذا يفهم المجتهد من النصوص. أما الاجتهاد الجديد ليس فقط فهم النصوص، فهم النصوص وتطبيقه على مقتضيات العصر. هذا الفهم الجديد. يمكن أن نقول أن الدين يجتمع ويتفق مع حقوق الإنسان الجديدة بالرؤية الجديدة، بالاجتهاد الجديد. ليس أن هناك حقوق إسلام في الإنسان بالرؤية القديمة، طبعا ما موجودة. بعض المشايخ يردون يعني قصدك في ذلك الزمان، يعني حتى في هذا الزمان نستطيع أن بالاجتهاد الجديد أن نوافق بين النصوص وبين التراث، ونقول يعني نستخرج رؤية جديدة يتفق الدين مع حقوق الإنسان. هذا اللي احنا نتبناه. نقول أن لأنه حقوق الإنسان الآن ضرورية من ضرورة الحياة المعاصرة، ما يمكن أن نلغيها. ما يمكن أن نقول أنه المسلم أفضل من المسيحي، المسيحي لازم ينطي جزية، أو أن الدية المسيحي عشر دية المسلم، أو أنه لا يشترك في الانتخابات. هذا ما ممكن. لكن يعني سمعت السيد إن الكثير من العلماء الدين يرفضون بعض المواد الحقوق الإنسانية من لائحة البشرية، ويقولون إنها مخالفة للدين. فمثال مثلا على ذلك المساواة بين الرجل والمرأة. هناك طبعا دلائل أحكام فقهية من أحكام الفقهية من أحكام شريعة الإسلام طبعا، ويقولون إن الإسلام جاء بحقوق الإنسان أفضل من حقوق لائحة البشرية، لأن حقوق الإنسان في الإسلام يعني الله قال بها، وهو أعلم بمصلحة الإنسان أكثر وأفضل، لأنه هو خلقه. لكن حقوق الإنسان في لائحة مثلا العالمية حديثة طبعا، فهي صناعة البشرية، وعقل الإنسان قاصر وحاجز من إدراك طبعا جميع مصالح الإنسان في الحياة، يعني دنيوي من لائحة البشرية. لكن في الإسلام يعني هاي من نقطة أخرى، ومن جهة مثلا ثانية أو نقطة ثانية، يعني حقوق الإنسان في الإسلام في الدنيا والآخرة، يعني هناك يعني فرق تضمن سعادة الدنيا والآخرة. الدين. أحسنت. فهذا يدل على أن يعني حقوق الإنسان في الإسلام أو في شريعة الإسلام أفضل يعني من حقوق الإنسان في لائحة البشرية. هذه الرؤية صحيح، يعني أدلة في علم الكلام موجود أن
الشريعة الإلهية الله هو الذي مشرع. هذه ما في كلام، يعني ما نريد نتطرق إلى أنه أيها المشرع، لكن الآن نواجه فتاوى هاي متضاربة، لا يمكن أن نقول أن هذه من الله. يعني الآن الفقهاء يقولون حكم شرعي، يقولون هذا من الله، فالحقيقة هو فهم بشري. يعني وإذا كان وحي إلهي هذا فقط النبي، بعد النبي انقطع الوحي الإلهي، لكنه المسلمين الأوائل ولحد الآن، وهذا الاختلافات بالمذاهب الفقهية، عشرات المذاهب وعشرات الفتاوى في مسألة واحدة، هذا يدل أنه هذه أعمال فكرهم وقواعد لغوية، قواعد فقهية، قواعد اجتماعية، هذه كلها تأثر في استخراج الفتوى. لكن نستلم المعارف من القرآن، يعني الفقهاء المعارف لا يمكن استلامها خالصة، يجب أن تختلط بفهم بشري. يعني الآن الفقيه يدرس الأصول الفقه، يدرس اللغة، هذه كلها اللغة فكر بشري، والتاريخ، وكلها يستنبط منها هذا الحكم. فإذا هذا الحكم لا يمكن القول بشكل قاطع أنه هذا حكم الله. يمكن يحتمل، هو الفقيه تسأل فقيه يقول أنه هذا اجتهادي، هذا فهمي ويمكن أخطأ. الأئمة الأربعة مثلا أبو حنيفة يقول أن هذا احتمال القياس مثلا، أو فهمي للآية كذا، ولا يقطع هو الفقيه، لا يوجد فقيه يقطع بأن هذا الفهم اللي أنا افتهمته هو حكم الله، الله هو الحاكم. فمن اختلاف الفقهاء في مسألة واحدة نفهم أن هذا فكر بشري، فأيضا حقوق الإنسان أيضا فكر بشري، هذا أولا. فيقولون أن الله يعلم بالمصلحة، صحيح إذا نحن كنا مع النبي واتصال مباشر بالله هذا كلام معقول. أما الآن بعد 1400 سنة وكلها أفكار بشرية، الفقهاء عندهم قواعد، دارسين في الحوزة وفي الأزهر قواعد اللغة العربية وقواعد الأصول الفقه والفلسفة كذا، يستخرجون هذا استخراج الفتوى، هذه ما يمكن أنه نقطع حتما هذا حكم الله. هذه أولا، يعني كلها فكر بشري، ونحن أيضا نقول أن هذه حقوق الإنسان أيضا فكر بشري. لكن الآن نأتي إلى شيء آخر، أيهما أنفع، حقوق الإنسان المعاصرة أو حقوق الإنسان الموجودة في الفتاوى؟ الإسلاميين عندهم يعني مرة أو مرتين أكثر من مؤتمر عقدوا في القاهرة أو في كراتشي، أظن أنه في باكستان، أنه كيفية صياغة حقوق إنسان إسلامية مبنية على الفقه. هذه أساسا مو حقوق، هذه تكاليف. التكاليف يمكن استخراج منها حقوق أخلاقية، يعني حق الوالي على الرعية في النصوص الوارد، مثلا حق الجار على الجار، حق الأب على الابن، هذه ليست حقوق بالمعنى الحديث، هذه حقوق أخلاقية. يعني من أخلاق الابن أن يطيع أبوه، أخلاق الزوجة، حقوق الزوجة على الزوج، كلها تدور في مدار الفقه التكليفي. أما في حقوق الإنسان المعاصرة يختلف الأمر، صحيح أنها هي بشرية، لكن الآن كل العقلانية السائدة في العالم مثل المساواة، هذه الحريات السياسية، هذه كلها العقلاء في العالم كلها تقبلوها، حتى الدول كلها، حتى الدول الإسلامية هم أمضوا هذه الحقوق الإنسانية، يعني اعترفوا بهذه الحقوق الواردة في الأمم المتحدة. لكن يعني أما عندك سؤال آخر، أنه حقوق الإسلام تنضمن الدنيا والآخرة. صحيح أن الدين ناظر إلى الدنيا والآخرة، هذه من امتيازات الدين، لكن في المجالات القانونية البشرية هاي ماكو تعارض. الدين بالمعنى الذي نراه يختلف عن الدين بالمعنى الذي يروه المشايخ. هم يرون الدين أنه أحكام، وأحكام ثابتة، رؤية ثابتة إلى يوم القيامة. أما نحن ننظر إلى الدين من زاوية عمق، من زاوية الجوهر. جوهر الدين هو الحب لله
والخير للناس والقيم الأخلاقية، هذا جوهر الدين. هذا جوهر الدين لا يتقاطع ولا يتخالف مع حقوق الإنسان الجديدة. يعني الأحكام متغيرة، فإذا كانت في زمان حقوق بين المسلم والمسيحي مختلفة، لماذا؟ لأنه كانت الدولة الإسلامية في زمان النبي وزمان الخلفاء وإلى زمان نهاية العصر العباسي كانت تقوم على أساس الدين، يعني تمييز بين المواطن وغير المواطن على أساس الدين. أما الآن صارت التمييز، الدولة لا تقوم على أساس الدين، دولة تقوم على أساس حدود جغرافية وعلى أساس المواطنة وحق الشعب في الانتخابات. هذه يجب أن نرفع التمييز بين المسلم وغير المسلم، لأن الأساس العراق، الشعب العراقي له حقوق متساوية، أو الإيراني أو التركي. فالرؤية الآن اختلفت عن السابق. السابق ما كان حدود جغرافية، كان المسلم هو المسلم أخو المسلم، كل القوانين تدور حول المسلم، الأساس هو المسلم، ولهذا المسيحي يعطي جزية، وهكذا في البلدان الأخرى. مثلا في الروم أيضا كان اليهود ومثلا المسلمين يعطون الجزية. الأساس هو الدين. نعم. لكن علماء الإسلام يقولون أن الحقوق المرأة في الإسلام أفضل من الأوروبا والغرب، وانتهى حقوق في الجاهلية مثلا كمثال ذلك. المرأة في الجاهلية ليس لديها الحقوق. صحيح أن الإسلام هذا ماكو شك أنه رفع الإنسان كلا والمرأة بخصوص إلى مستويات أعلى. الحضارة الإنسان الإسلام اللي في من شعب قبلي وجاهلي وخرافات وأدب بنات وعبادة الأصنام، إلى أنه نصف العالم بعد 100 سنة الإسلام والمسلمين حكموا على نصف العالم وأتوا بحضارة أفضل من السابق، لا شك. حتى في لكن هذا ليس دليل قاطع مسلم. يعني أنا قطعا هو الإسلام رفع مستوى الإنسان وحرك العقلانية وجاء بأحكام أفضل. مثلا كانت الأحكام فقط الحاكم إمبراطور الروم أو كسرى أو هو مثل صدام، هو يصدر القوانين هو عن أهواءه يحفظ ملكه. أما الإسلام حدد حتى الحاكم مو كيف مثلا يصدر فتاوى يصدر أحكام، ملزم بقانون وهو الشريعة الإلهية. فهذه يعني نقلة نوعية، نقل المجتمع البشري والإنسان والمرأة إلى رحاب أفضل، آفاق أفضل قطعا. لكن ما هذا لا يعني أن الفكر والثقافة اللي والأحكام اللي جابها الإسلام هي تصلح على مثلا قرون وآلاف السنين وإلى يوم القيامة. هذه لأنه المجتمعات البشرية متطورة. إذا إحنا نقول بالرؤية التاريخية، هذه رؤية تاريخية عن ماذا؟ يعني هذه الأحكام اللي جابها الإسلام كانت أفضل قطعا في ذلك الزمان للمرأة والرجل على السواء، والحكومة كلها كانت أفضل، ولهذا صار امتداد وصار حضارة لأنه كان هذه الرؤية أفضل. أما الآن أصبحت هذه الرؤية تقيد الفكر الديني، تقيد الإنسان، ولهذا شوف التخلف عندنا بالمسلمين والإرهاب والحكومات المستبدة كلها ناشئة فكر ديني موجود كان يصلح إلى 1400 سنة كان صالح. الآن المجتمعات تغيرت، الأفكار تغيرت، العقلانية تغيرت. الآن عقلانية هذا الزمان أكثر بكثير من عقلانية ذاك الزمان. نحن نقول صحيح الإسلام جاء في حقوق المرأة لكنه كلها أنطاها نصف. يعني بالجاهلية ما كانت تعتبر المرأة، حتى في الآن عشائرنا الجنوب وكذا يعني يستهنون بالمرأة، ما يعتبروها إنسانة.
حتى في الهندوس مثلا أو في الغرب إلى بدأ قرن أو قرنين كانوا يمنعوهم من كل شيء، حتى من الميراث، حتى من الانتخاب، حتى هذه لا شك فيه. الآن نحن نقول أن المرأة بدأت تشعر بالظلم. الآن الدية نصف الرجل، أو الشهادة نصف الرجل، أو الميراث نصف الرجل. هذه المرأة الحديثة حتى المسلمة بدأت تشعر هذا الظلم. فيجب أن نتدارك هذا المعنى ونغير بالفكر الديني، ليس في الدين. المشكلة أنه المشايخ يصرون أن الفكر الديني هو الدين نفسه، والدين إلى يوم القيامة، الإسلام إلى يوم القيامة. إذن فالفكر الديني والأحكام إلى يوم القيامة. الآن حقوق المرأة إذا قلنا نصف حقوق الرجل، هذا صار ظلم، لأنه المبنى على أساس المواطنة. كما قلنا الآن الدول الحديثة مبنية على أساس المواطنة وعدم التمييز بين على أساس الدين ولا على أساس الجنس ولا على أساس القومية. هذه مبنى الدول الجديدة. يعني إذا جاء النبي الآن فلا يقول مثلا الآن أنه شهادة المرأة أو إرث المرأة أو أي شيء من الحقوق أنه المسيحيين حقوقهم أقل. لا، المبنى الجديد على أساس المواطنة يقتضي على أن تكون مساواة بين الرجل والمرأة. على أساس القديم أيضا صحيح، يعني اثنيناتهم صحيح. إذا أردنا مجتمع جديد يقوم على أساس المواطنة وحقوق الإنسان يجب أن نقول بالمساواة. إذا أردنا قديم مثل الطالبان مثل القاعدة يرضون قديم. لكن سماحة السيد، فلماذا أن الناس يعني في الغرب ترجع إلى الإسلام يوم بعد يوم، ونشاهد الآلاف من الغربيين يقتنعون يعني الإسلام؟ ألا يدل على ذلك يعني أن الإسلام أفضل من الثقافة الأوروبية أو من حقوق اللائحة البشرية؟ لكن بعد فاصلة قصيرة سنعود إليك. بناني برزو خوش دوينا وبرشي كورتو أقرين ولاتان.